بوبي عامله لنا سان سكرين للبشره المعرضه للحبوب والبشره الدهنيه والمختلطه. سان سكرين بوبي اويل ديفense مقاومه فلويد وسائل والبشره بتمتصه بسرعه، وزي ما احنا متعودين بنعرف السعر الاول هو سعره 360 جنيه على الويب سايت بتاعهم، كمان موجود في كل الصيدليات بالسعر ده. ساعات بينزل عليه عروض في امازون ونون، يعني بقوا شوفوا كده وتابعوا. مكون من الكبريت عشان يقلل دهون البشره، وكمان في مواد مضاده للبكتيريا اللي هي اصلا بتسبب الحبوب، في كمان خلاصه زيت شجره الشاي، نياسيناميد لتنظيم افراز دهون البشره، سالسيليك اسيد، لاكتيك اسيد عشان برضو يعملوا لنا تقشير لطيف كده على البشره، هيالورونيك اسيد وسانتيلا كمان عشان تهدي البشره، الانتوين، كامومايل. هو مكوناته كويسه جدا جدا للبشره اللي هي معرضه للحبوب. بس اهم حاجه طبعا من السان سكرين هي درجه حمايته، بيحمي البشره لفتره ساعتين، بعد ساعتين لازم 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 تجدديه، اوعي تنسي حاجه زي كده. لو عرقتي طبعا هو اصلا بيعرق، مش كل الناس بيعرقها، بس في ناس بيعرقها وناس مش بيعرقها، فخلي بالك بعد التعرق ده السان سكرين خلاص اتشال من على وشك، فانت لازم تحطي طبقه ثانيه. بالنسبه بقى للمصايف، لو انت عايزه تروحي مصيف وتنزلي بقى بحر وكده، انا عندي راي ليكي، يعني انت لو هتنزلي بالميه بلاش، لانه هو فلويد سائل جدا، اول ما هتنزلي فيه الميه هو هينزل اصلا في الميه، فمش هتستفيدي منه، هتحسي ان بشرتك اتحرقت وهترجعي تقولي ان هو حمايته مش حلوه. بس هو حمايته بصراحه كويسه. لكن لو انت قاعده مثلا على الشاطئ تحت شمسيه مثلا، ما نزلتيش الميه، ما عرقتيش كتير، لا هيبقى كويس. وهو على فكره بالمناسبه مش بيعمل اي وايت كاست خالص، البشره بتمتصه وبتمتصه بسرعه جدا جدا، مش بيفرول على البشره. انت بقى لو حاطه تحتيه مثلا ميك اب او هتحطي فيه ميك اب او مرطب، حاولي ما يكونش المرطب او الميك اب بتاعك يكون تقيل قوي عشان ما يبتديش يفرول وكده. بس هو بطبيعته اصلا كسان سكرين مش بيفرول. برضه بيقولوا لنا ان هو مش بيسيب اي دهون على البشره، مش بيعمل اي لمعه. لو انت هتحطي منه كميه مش كبيره قوي مش هيسبب لك اي مشكله، مش هتحسي دوني. بس لما هتبتدي تحطي الكميه المطلوبه اللي هي هتكفي تحمي بشرتك كويس، هتحسي ان هو عامل شويه دهون ومش هيتشرب برضه بسهوله. هيعمل لمعه ولا مش هيعمل لمعه؟ تعالوا نشوف مع بعض. بس هو عموما يعني بيعمل لمعه بس مش قوي يعني. صدقوني لو قللنا عن الكميه دي مش هتحميها، مش كانك مش حاطه اصلا سان سكرين. وخلي من العطور، عشان كده بقدر احطه حوالين عينيا عادي خالص. هو عامل طبعا لمعه، بس بعد شويه اللمعه دي بتهدى. سان سكرين بوبي اويل ديفense، لو انت جربتيه اكتبي لنا في الكومنتات تجربتك، ولو جربتي اي انواع تانية حلوه ومناسبه للبشره الدهنيه والمختلطه والمعرضه للحبوب، يا ريت تكتبوا لنا برده يا جماعه في الكومنتات عشان برده كلنا نستفيد. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وتفعلي جرس الاشعارات عشان كل جديد هيوصلكم باستمرار. مع السلامه.